السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الله على رمضان واكلات رمضان. ما تحلى اللمة الحلوة غير بالاكلة الحلوة في رمضان. هعمل لكم النهاردة سمبوسك الحلو، اعملوه بطريقتي مش هتندموا. انا هعمله بالسوداني وبالحلاوة الطحينية. جبت السوداني فرمته في الكبة، بعدين ضفت عليه الحلاوة الطحينية. الكمية طبعا اللي انت عايزاها حسب كمية الجلاش اللي هتعمليها. بعد كده هحط قطعة زبدة وهضربهم في الكبة، هتبقى شبه العجينة كده. انا حطيت الزبدة طلعت بالشكل ده. هنجيب ورقة جلاش وهندهنها زبدة، نحطها كده بالطول مش بالعرض، ورقة واحدة، وهنطبقها بالنص كده. بعدين هندهن زبدة او سمن طبعا زي ما انت عايزة. الطريقة دي حلوة يا جماعة، جربوها مش هتندموا. انا بقليها في الزيت او في السمن، مش بعملها في الفرن، بتبقى اطعم بكتير، وبوزع عليها سكر ناعم. اللي عايزة تعملها بشربات تعملها. طبعا انا تنيتها تانية وبعدين تنيتها تاني، كل مرة بتنيها بدهن زبدة. بعدين تحطي اللي احنا عملناه السوداني بالحلاوة بالزبدة اللي فرمناهم مع بعض، وهتلفيها زي السمبوسك، تبقى هشة وجميلة ولذيذة، وطعم الحلاوة فيها وهو سخن بالذات تحفة. بتخلي جزء كبير وتدخليه كده زي الجيب زي ما انا ما عاملة، مش تخليش جزء صغير لان هيطلع منك. دلوقتي هوريكم الورقة المقطوعة، ما ترميهاش، بتنفع برضو، هتعمليها بنفس الطريقة. ممكن تخزنوا ال السمبوسك ده في اطباق او في علبة في الفريزر، وتطلعوها وقت ما تستعمليه، يعني تكوني متأخرة حاجة عندك ضيوف، تبقى انت محضراه وتحمريه بس في الطاسة. هنا بص طبقتها ازاي. بصي هنا عند الجزء المقطوع اهو، حطيت حتة زبدة ولزقتها يعتبر كده وخلاص، وبتقفليها كده مش بتتفك منك. حمرتها هنا في الطاسة، بص شكله تحفة وطعمه جميل جدا. وزعت عليه بالسكر الناعم، تحفة يا جماعة مش هتندموا.